مخطي اللي يطعن اليوم في كل البنات، كل ابونا نختلف عند نسبة كل خطية، والبنات اللي ينحكى الصدق هن ملح الحياة، هن عمود البيت لا صار للبيت أولوية. كلنا نعرف حنان البنت عند المشكلات، وبالوفاء من يغلب البنت لا صارت وفية. أذكر اختي من كذا عام من بد الخوات، يوم أمي في مرضها طايحة ما هي قوية، كانت تغسل جسدها وعينها تعافى المبات، وكانت تصلي وتدعي لأمنا بالمقدرية، كانت تصبر ألمها في سوالف مبطيات، وكانت تقبل وجع أمي إذا قالت هنية. من مرضها لازمتها إلى يوم الوفاة، وغسلتها وكفنتها ودمعته تذرف صخية. آمنت والحين كل يوم تدعي بالصلاة، تطلب الله يرحم أمي بالجنان المخملية. هذا هو فعل البنية يا كثيرين الشتات، تتهمون البنت وانتم ما بكم ذرة حمية. والله ان بعض البنات بالمواقف طيبات، شام خاتو لا يرد بالعطا وقت العطية، يصبر لا شافنا الوقت قصر بالعطات. مو مثل من يا خان يا ناس في خية خوية، يا أخي أصغر خطاياك رمي المحصنات. الأذية وش تبيبه قم يجعلك للأذية. البنات بحزة الجود والله انهن جيدات، ولو حسبناها مثل ما قالوا هناك عند الأغلبية، ندري إن بكل مجالات يبقى غالبات. لو حسبنا 1000 رجال نعادلهن ب100. الدليل نشوف الحين بنت الجامعات، بالتفوق دايم نشوف بارزة بنت ذكية. واجب انه نرفعه فوق النايفات، ونقطع لسان العذول كل ما مس جودية. من هنية ومن هنية 1000 تحية للبنات. ويا شباب انتوا اسمحوا لي بس لكم مني تحية.